أحبائي المشاهدين والمشاهدات، صباح النور والسرور، إن شاء الله قاع تكونوا بخير وانتم تتفرجوا في الفيديو تاعنا تاع اليوم. خبيزات مدفورين رائعين شكلا ومذاقا، كنت خدمتهم لكم بالحليب والزبدة. هاد الأنواع من الوصفات رمضانية بامتياز. كي نقولوا رمضان ما بقالوش بزاف، أسابيع معدودة، وإن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بزاف منا وحنا لي زالجيريان معروف علينا نبغوا بزاف الخبز في سير الايام، حتى في رمضان نتشهاوه ونشروه بزاف. حاولت اني نبارطاجي معكم هذه الوصفه. كي تشوفي لي تخيس بالك بلي وصفه صعيبه، مي ما كانش اسهل من هذه الوصفه. الا راكي مهتمه الاخت الكريمه بالوصفه تاعي اليوم، ما عليك غير تبعي معايا الفيديو هذا للاخير باش تشوفي معايا المقادير وطريقه التحضير. وكيما العاده والعوايد نبغيكم كاع تدوا معايا الاجر وتصلوا معايا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرجة ممتعة طيبة وبقوا معايا للأخير. بسم الله على بركة الله. في الوصفة تاعنا تاع اليوم نحتاجو 650 غرام من الفارينة اللي تكون متعددة الاستعمالات ولا تيب 55، 250 مليلتر ولا غرام هي نفسها تاع الحليب اللي يكون دافي، زوج حبات تاع البيض اللي يكون من المستحسن الحجم تاعهم شويه كبير ماشي كما اللي كان عندي انا اليوم. عندي 40 غرام من السكر، ملعقه كبيره ممسوحه تاع الخماره ما يعادل 8 غرام، ملعقه صغيره تكون شويه معمره تاع الملح ما يعادل 15 حتى 20 غرام من الملح، و40 غرام من الزبده او اللي ما كانش عندها تقدر تعوضها بالمارغرين. شديت هنايا امتي بول، حطيت عليه الخماره، السكر، الملح، وضفت عليها 250 مليلتر من الحليب الدافئ، بيضه كامله وبياض بيضه. الصفار هذا الاخوات راني خليته على جنب باش هكذاك نزيد عليه الحليب وندهنوا به الخبيزات تاعنا باش هكذاك يمد لنا اون تري بيل دوغور. خلطت مليح مليح هذا المزيج الاخوات قبل ما نضيفه للفارينه. الناس اللي ما عندهمش البيتخان تقدروا تعجنوا بيديكم، واللي عندهم يعني تاويل اللي ما لا تنقصي على روحك باش هكذاك تقدري تروحي ديري حاجه واحده اخرى او ميم طون. ضفت هذاك المكونات على الفارينه اللي بيان سور لازم تكون مغربله مسبقا، هذا سر من اسرار خفه المعجنات، وخليتها تتعجن حوالي 5 دقائق. هنا الاخوات للامانه كان البيض تاعي شويه صغير، لذا اضطريت اني نضيف عليها واحد ربع كاس تاع الماء اللي كان دافي. نتوما الا كان البيض تاعكم كبير وشفتي بلي القوام هذا نفسه تحصلتي عليه، سي با لابين ديفي الماء. وإلا شتيها بلي يابسه بزاف وقاصحه، زيدي عليها غير بالعقل الماء اللي يكون دافي. وفي الاخير مي تجمع لك العجينه اكي راح تضيفي عليها كما قلت لك الاخت الكريمه 40 غرام من الزبده. هذا هو يعني القوام ولا العجينه اللي لازم تحصلي عليها الاخت الكريمه، تكون تتلصق في اليد وتتلصق في البول هكذاك باش يكون الخبز تاعنا طري وخفيف، ما لازمش تيبسيه. فوالا هنا راكم تشوفوني نلم فيها هكذاك في الوسط، وراني راح نفينميها ونغطيها بالطورشون. للامانه الاخوات شدت لي حوالي ساعتين باش خمرت لي. الحال راه بارد وهاد الوصفه تشد الوقت باش تطيب. دونك الا كنتي راح تحضريها للفطور 8 تاع الصباح، اعجني الخبز تاعك. الا كنتي راح ديريه للعشاء جوست ما تغسلي الماعين تاعك تاع الفطور، روحي اتاكي هاد الوصفه وخليها تخمر في غردها. بعد ما خمرت لي جي فاريني لو بلان دو طرافاي تاعي، درت 12 خبيزات اللي عندها لا بالانس ولا الميزان دير حوالي 90 غرام للخبزه الواحده. المرحله المهمه في هذه الوصفه تاع اليوم هي كيفاش تشكلي هذوك الطفيرات، حاجه سهله وبسيطه. شوفوا معايا هنا درت دويرات هكذاك، العجينه بسطتها مليح وحليتها مليح. حاولي انك مين ديري الفارينه دو طون زون طون تنفضيها ما تخليهاش لداخل. بليت ولا يعني طبقت العجينه هكذاك اون دو كيما راكم تشوفوا، وبقيت ندخل هكذاك وحده في خوتها 1 2 دوزيام في الثروازيام، ثروازيام في الكاتريام، والكاتريام في السانكيام انسي تسويت حتى تلقي روحك تفرتي هاد الخبيزات بلا ما تحسي وتحصلتي على شكل اكثر من رائع. فكرة حبيت ان نوصلها لكم من هذا الفيديو. الا بغيتوا ديروا هذا لو بان اللي يكون فارسي، تقدروا نتوما في الوسط تكونوا وجدتوا اي حاجه تاع شكشوكه، ولا يكون باقي لك في رمضان ان شاء الله شويه تاع الفيونداشي ولا نيبورت كيل فارس تكون بقات لك، ولا باغ اكزومبل طيبتي الشوربه بقى لك فيها اللحم ولا الدجاج، عاوديها بالون صوص بلانش ولا صوص طوماط
وديري خبيزات اللي يكونوا فارسي. هذه فقط كفكرة. نعاود نوجد معكم يعني بلوزيوغ غوبريز باش هكذاك تشوفوا معايا كيفاش حضرت هذوك الخبيزات. اون سي جامي ما فهمتوش الكلام تاعي ولا راطيتوها في الاولى، هكذاك ترطربوها في لا دوزيام. شوفوا معايا الفارينه كي نديرها ابخي ننفضها ما نخليهاش، بليتها بهذه الطريقه، ومن بعد بالكوب بيتزا بقيت ندير هكذاك اشرطه اللي تكون متساويه، وهكذاك حسي انك تحليهم. شوفوا باش ما تلصق لكمش العجينه، عاودي بليها، دخلي الاولى في الزوجه، الزوجه في الثالثه، الثالثه في الرابعه، وانسي تسويت. نورمالمون الا ما فهمتوش في الاولى راكم راح تفهموا في الزوجه، والا ما فهمتوش في الزوجه راكم راح تفهموا في الثالثه. ربما راني طولت عليكم شويه الفيديو، ولكن الغرض تاعي اني نوصل لكم الفكره باللي سهله بزاف هذه الطفيره. ما عندكش عذر، خاصه لو كنتي اخت مبتدئه، باش ما تنجحيش في هذه الوصفه. سورتو الا كنتي خليتيها خمرت زوز سوايع ومن بعد ما تشكليش هاد الطفيره، الله الله ما خرجتش عليك وما جاتش عليك، يعني حنزعف منكم الاخوات. فوالا بوغ لا تخوازيام فوا راني بليت هذاك الشكل الدائري اون دو، ومن بعد هناك ما حتحسوا بلي لصقت لكم. دونك حاولوا انكم هكذاك تدوا لها شويه تاع الفارينه، وعاودي بالاصابع تاوعك دخلي الاولى في الزوجه، الزوجه في الثالثه، الثالثه في الرابعه، والرابعه في الخامسه، وهي رايحه حتى اللي تكملي الخبزه تاعك ولا الطفيره تاعك. على ما اظن راني تكلمت بزاف الاخوات فقط باش تفهموا كيفاش درت هذيك لاطريس. راهي سهله بزاف، بالك ما كيش راح تنجحي في الاولى، ولكن لا دوزيام سور اي سيغتان راكي راح تنجحي فيها. فوالا كيما راكم تشاهدوا بليتها هكذاك، وراني حنغلقها باحكام باش هكذاك كي طيب لي ما تفتحليش وتبقى الشكل تاعها تحفه. شوفوا معايا ما تقولوش هذيك الطفيره تاع القريوش. فوالا هاني قربت لكم الكاميرا اكثر فاكثر بهذه الطريقه. ندور لعندكم باش تشوفوا معايا كيفاش درت هذيك الطفيره. فوالا نورمالمون هنا كي قربت لكم راكم شفتوا مليح. ايضا الاخوات هنا بعد ما شكلت هذوك يعني الخبيزات، شفتوا بلي ماشي كبار بزاف، صغار. الا كانت الافراد تاع العائله تاعك بزاف تقدري طيبيهم ديريكتومون، وإلا بقى لك دسيه في الكونجيلاتور، ولو لوندومان ولا اون سيمين ابري خرجيه. سخني غير شويه في الفوغ تاعك قد ما يشرب هذيك السخانه شويه، اون ديغي طيبتيه على الانستان ميم، لانه راه طايب عفوا راه مخدوم بالحليب وبالزبده، راها حاجه بزاف بنينه. هنا للامانه خليته يخمر حوالي ساعه كامله. علاش قلت لكم هذا الخبز لكن راح توجديه لازم يكون عندك الوقت الكافي، ماشي لا ديرنيير مينوت. هذيك اسيس نمدها لك الاخت الكريمه كي تبغي تطلي الخبز تاعك ولا البريوش تاعك بصفر تاع البيض، ضيفي له شويه تاع الحليب ولا القهوه، واحد شويه كميه قليله من لافاني، هي السر اللي يخلي لو بان تاعك ولا البريوش تاعك يعطي اون تري بيل بريونس. فوالا يعطي هذيك اللمعه اللي تكون شابه. الفرن تاعي كان بريشوفي من قبل على درجه الحراره 200 حوالي 10 دقائق. طليتهم وخليتهم طابو، شدوا لي واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه عفوا. تحصلت على هذه النتيجه تبارك الله ما شاء الله. جربوها وعينيكم مغمضين. خصمت لكم هكذاك الخبيزه هكذاك على 2 باش تشوفوا معايا كيفاش جاو مقطنين، ميم سي فيه لا ميت بان مي بزاف خفيفه وبنينه تاكليه بدون شعور. الناس اللي يعني اللي بغات توجده القهوه تاع العصر تقدري داخل ديري فيه الكونفيتور، كاين اللي تقدر دير فيه النوتيلا ولا نيبورت كال يعني اون بات اتارتيني. نتمنى الوصفه تاع اليوم اخواني اخواتي تكون نالت اعجابكم. ما طولتش عليكم بزاف بالهضره، يعني اني نبازي على الكلام تاعي ونعاود ونكرر فقط باش هكذا كي تخسروا دي زانغريديون الوصفه ما تروحش هكذاك، لازم تنجحوا فيها. مع هاج الغوسيت حتى حاجه ما تقيسوها باذن الله. ما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتلاقوا في فيديو جديد مع وصفه ولا تدبيره جديده. سلام.